وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب كل بخير، كل عيد يا رب. النهارده هنعمل معاكم بسله مع لحمه كده مع بطاطس في كيس حراري. وهنعمل برضو معانا كيس بسله كان في كيسين في التلاجة. هنعمل كيس بسله في حله كده عشان ايه؟ عشان على ما باكلش، انتوا عارفين ما باكلش اللي فيها اللحمه. ومعانا برضو كيس طالعه من الفريزر معانا كيلو الا ربع لحمه انا غسلاها ومصفيها. دي كيلو الا ربع مقطعها قطع كده يعني وسط عشان تستوي مع الخضار. اللحمه طبعا مهما تصفى برضو بترجع تنزل تاني. معانا حبايبنا ورق لورا حبهان، بشر جوز الطيب، فصين مستكه حبه قرفه صغيره، حبه جنزبيل، حبه كزبره ناشفه، حبه فابريكا، فلفل اسمر، ومع حبه سكر، معلقه سكر. عشان اللحمه لو كانت اللحمه عجوز. نقلبه كله في بعضه كده يا حبايبنا. تبل اللحمه بيها كده. حط معلقه خل اهي. انا مش حاطه زيت ولا حاطه حاجه، كفايه الدهون اللي هتبقى في اللحمه. معانا هنا 4 فصوص توم، معانا حبتين طماطم مقطعين، طماطم وسط يعني مقطعين كده، ومعانا فلفل دي مش حار، ومعانا بصل مشرحاه، معانا بصلتين سلاح، ومعايا بطاطس مقطعه الحبايه نصين عشان تستحمل يعني ايه، ومعايا فلفل انا هحطه من غير ما يكون، هيبقى زي ما يكون مشوي كده في قلب اللحم. حطه كده من غير ما ينفتح عشان الفلفل ده حار. يا حبايبنا كل ده هنقلبه في بعض الطبق صغير، هجيب حاجة كبيرة واسعة قلبه فيها، وهجيب معايا برضو التوم فضيته فوق منها حط العمر من جزء صنفوها بيضة بخوشه. دي قادرة مجربوها كذا مرة، عملتها معاكم برضو وبتبقى طعمها حلو وريحتها حلوة لما بقطع اللحمة يعني ايه، ولا هي كده ولا كده يعني ايه. اللحمة دي كيلو الا ربع، انا مقطعها ايه مكعبات يعني، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. طبعا مش حاطة ملح عشان اللحمة تكون كبيرة، نحطها على حاطة فلفل اسمر كتير، الفلفل الاسمر عليه ملح يعني. كده البسلة طبعا حاطة البسلة ده عشان تبقى طعم حلو مع اللحمة، وهعمل بسلة في الحلة عشان على مش عاوز ما باكلش اللحمة، فاعمل له بسلة تانية لراحة، واللي حابب ياكل منها هياكل يعني. بقت الفلفل مع الحاجات دي كلها تنكمر في كيس الحراري، بتعمل ريحة حلوة برضه، مع البهارات، مع بشرة جوز الطيب، مع فص المستكة، مع الفلفل الأسمر، مع الحبهان وورق اللورا. أنا عاملة طماطم عشان أعمل بقى البسلة دي كاية. نحط حبة صغيرة بس، أنا حبة صغيرة بس كده. لو فيه صلصة كنت حطيت معلقة صلصة، أنا عندي صلصة جاهزة بس مجربة في الفريزر. أنا مش عايزة أحط عليها مية لأن هو في الكيس الحراري الخضار ده كله هنزل المية بتاعته، بس أنا كله في بعضه ما بحطش عليها مية خالص. نحط حبة كمون كمان يا حبايبنا عشان الخضار اللي عليها.
الكيس الحراري في اكياس كبيره واكياس صغيره واكياس وسط. دي الوسط اهو. الغطا بتاعه دي حبايبنا في الكيس وهرجع معاكم تاني معانا. حبايبنا طلعت منه اهو. حبايبنا انا غسلتهم كده من فوق هما كده، الميه ما بتنزلش فيه عشان انا عاملاها من فوق عشان الكيس مش هترجع. بس معايا نحط حبه ميه سخنه اهي، والميه السخنه دي عشان بتطلع بخار ولا بتاع مش بتنزل في الكيس الفورمين انا عاملاهم من فوق. يعني جبت كوبايه ايه، كوبايه عصير كده. طلع من فوق ومن تحت. جبت الكيس هيتحمر من فوق جامد، هروح مغطيها بحاجه كده، مغطيه الصينيه بحاجه عشان ايه تستوي حلو. من غير ما احط حبه زيت، حطيت بصله على النار اهي وخرجت فيها بصله في حبه فلفل صنع عشان اصفرها تصفيره كده، مش هحمرها عشان احط فيها كيس البسله التاني. يا حبايبنا البصله انا مصفراها بصفرها تصفير، احط فيها كيس البسله. بعد ما اشوح البسله دي كده مع البصله احط عليها معلقه بابريكا، واروح حاطه في منها بقى كده، وحاطه في منها الصلصه، وحاطه شعره سكر، وما احطش ملح برضه الا غير لما البسله تستوي. طبعا شوحتها في البصله. شفتوا لو ملاحظين البصله بيضه ازاي، لان الحته حمى، والناس تعمل الوقت ناي في ناي كده ما تحمرش ولا تحمر الحاجه جامد غلط. يعني البصله يعني لو شايفينها في البسله بيضه. نحط معلقه حبه بابريكا اهي، انا حاطه فلفل اسمر، احط حبه سكر، احط بس الطماطم كده هتغلي بس بعضها، واروح موطي عليها. اشطف بس البتاع بندعة ماء صغيرة واحطها. سكر تسمع على البسلة اهي عشان الحموضة، عشان تسوي البسلة كده. دي اهي هتتسبك معاك. لما تتسبك كان البسلة استوت معايا. حطيت 2 بطاطس هما عشان مبقولش ما قلتلكوا حاطة بطاطس مع اللحمة. هشرخهم كده شرخ كبيرة وبعد لما تستوي تتسبك بقت مع الصلصة دي، والصلصة دي تنسى تتسبك خالص. حط حبة البطاطس وحط التوابل اللي احط عليها فلفل اسمر وكمون تاني وفص الثوم، وخلاص تبقى ايه استوت على كده. الخضار اللي مع اللحمة في الفرن اهون، والفلفل اهي الجرن اهون، واللحمة مستوية. اللحمة مستوية مهرية اهي، مستوية مهرية. محطش عليها مية ولا نحط عليها حاجة خالص اهو، زي ما انتوا شايفين. عارفة صوص بسيط اهو بنحط على الرز، والبسلة اللي عاملاها بعيدة عن اللحمة اهي. اتفضلوا النهارده معانا كليتكم، يا مرحب بيكم. وجربوا طريقة تيتا بطة في اللحمة والبسلة والبطاطس والحاجات اللي في الكيس الحراري دي، بتبقى حتة حلوة وطعم حلو. واتفضلوا النهارده معانا كليتكم، يا مرحب بيكم. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا يا ريت يشرفنا اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معانا في القناة وفعل الجرس عشان كل مرة ما حاجة توصلكم. وحبايبنا اللي معانا من الأول كده يعملنا كومنت حلو كده ولايك حلو، وربنا يجازيكم خير كليتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.